كيما شفنا الحصة الفايتة كنا كنطلقو من الجليكوز وكيتحول لاش لشي فورم ديال لا تي بي. الوغ لا بروميير ايطاب باش يتحول الجليكوز لا تي بي كيتسمى الجليكوليز. الجليكوليز شنو هي الديغراداسيون ديال الجليكوز باش يعطينا لاسيد بيروفيك وكيعطينا معاه لا تي بي. إذن تو سامبلومون الجليكوز كيتحول إلاش لاسيد بيروفيك، لاسيد بيروفيك ولا البيروفات. الوغ لا فورمي شيميك ديال الجليكوز هو C6H12O6 كيعطيني CH3COCOOH. إذا باش يدوز من هاد ليطاب لهاد ليطاب طبعا غيعطيني مع لا تي بي و NADH+. باش يدوز من هاد ليطاب لهاد ليطاب كتسمى جليكوليز. دابا غنحاولو ما يمكن أننا نديطايو فهاد الجليكوليز شنو كيطرا فيها. إذا C6H12O6 اللي هو الجليكوز كيتحول لاش لاسيد بيروفيك اللي هو CH3COCOOH. شحال كيعطيني من CH3COCOH اللي سمينا اسيد بيروفيك كيعطيني جوج معاياش مع جوج ديال لا تي بي، جوج ديال لا تي بي و جوج ديال NADH+. وهاد ليطاب هادي كتوقع لي فواحد لو ميليو كيتسمى الياروبلازم. نورمالمون شنو هو الياروبلازم؟ هو السيتوبلازم ونقصو منو لي زورغانيت كيعطيني الياروبلازم. أو تو سامبلومون لو ميليو اللي كيطرا فيها الجليكوليز هي الياروبلازم. شنو كيعطيني جوج ديال لا تي بي و جوج ديال NADH+, و جوج ديال CH3COCOH اللي كنسميو لاسيد بيروفيك ولا البيروفات. إذا كخلاصة C6 اللي هو لاسيد اللي هو الجليكوز كيتحول إلاش C3 جوج ديال C3 اللي هو لاسيد بيروفيك وكيعطيني جوج ديال لا تي بي و جوج ديال NADH+. هاد ليطاب هادي كتسمى جليكوليز و كتوقع لي فين؟ في الياروبلازم اللي قلنا هو السيتوبلازم مع لي زورغانيت. بالنسبة للرياكسيون اللي كيعطيني لا تي بي كيتسمى فوسفوريلاسيون. هي الفورماسيون ديال لا تي بي. الوغ تو سامبلومون كيكون عندي A تي بي ديجا شفنا بأن لا تي بي هي لا باز A لي بجوج ديال الفوسفات ADP plus PI كيعطيني A تي بي. هاد الرياكسيون هذا كيتسمى فوسفوريلاسيون، العكس ديالو كيتسمى الهيدروليز. أما بالنسبة ل NADH+, فتو سامبلومون كتكون عندي NAD+, كنزيد عليها جوج ديال لي بروطون زائد جوج ديال لي زيليكترون كيعطيوني تو سامبلومون NADH+. ولهنا غنكونو سالينا هاد ليطاب ديال الجليكوليز. نتمنى تكونو فهمتوها. في الحصة الجاية ان شاء الله ندوزو ليطاب سويفونت. تعاونكم.